النهاردة جاية أحكي لكم حكاية مش مجرد حكاية. دي قصة راجل اسمه كريم. اتجوز، يمكن الجواز ده كان غلطة حياته، ويمكن كان أكبر درس فيها، درس علمه هو وعلمنا كلنا إن العرق دساس. اسمعوا معايا اللي حصل بالظبط. كان يوم غريب، يوم المفروض يكون أسعد يوم في حياة أي واحد، يوم فرحي. بس أنا كنت حاسس إنه يوم النطق بالحكم عليا، حكم أصدرته أمي وكان لازم يتنفذ، حكم غير حياتي كلها. صحيت على صوت أمي وأشعة الشمس لسه بتدخل الأوضة بالعافية، وهي بتناديني برا بكل حيوية وسعادة، بتقولي: يلا يا عريس اصحى بقى، النهاردة فرحك، صحابك وصلوا ومستنيين تحت. فتحت عيني بصعوبة، كنت مرهق ومش راضي، وقلت لها: فرحي؟ ولا قصدك يوم ما هبدأ مهمة تربية الطفلة اللي انتوا مصممين عليها دي؟ بجد يا أمي مش عارف هتصرف معاها ازاي. ردت عليا: يوه يا كريم، تاني نفس الكلام، ما خلاص بقى، اللي حصل حصل. وبعدين دي فرصة، بنت صغيرة تربيها على ايدك، تبقى زي العجينة، تشكلها براحتك، وعمرها ما هتطمع في حاجة غير اللي تديها لها، هتبقى تحت طوعك انت واخواتك. بصيت لها بتهكم، عارف ان الموضوع مش عشاني، الموضوع عشان سيطرتها هي. وقلت لها: تحت طوعي ولا تحت طوعك انت يا أمي؟ فابتسمت وقالت: مش هتفرق كتير يا حبيبي، المهم ترتاح بعد تعبك وشقاك على اخواتك وجوازاتهم، أنا بس عايزة مصلحتك. أنا عارف إن محاولات أمي دي ما كانتش هتوقف، اللي بيحصل شوية وصحابي دخلوا عليا الأوضة، اتملت بضحكهم وهزارهم، بيحاولوا يفرحوني، يجروني من السرير عشان ألبس. بس أنا كنت شارد، عقلي كان في مكان تاني خالص. كنت بسأل نفسي سؤال واحد ما كنتش لاقيله إجابة: إزاي راجل عدى ال35 هيعرف يتعامل مع بنت عندها 16 سنة؟ أي حياة دي اللي ممكن نبنيها سوا؟ أي جواز ده؟ بس خلاص ما كانش فيه وقت للتفكير أكتر، سلمت أمري للأمر الواقع، زي ما أمي قالت، فات الأوان على الاعتراض. وجيه وقت الفرح، رحنا قاعة أفراح متواضعة زي أي فرح بسيط في منطقتنا، والمكان اللي المفروض يكون بداية حياتي السعيدة كان أكتر مكان حسيت فيه بالغربة. قاعدة الكوشة، قعدت جنبها في الكوشة، هي هناك في فستانها الأبيض، صغيرة قوي، هادية زيادة عن اللزوم، كأنها عاملة زي الطفلة اللي تاهت من أهلها في مكان كبير. وقعدتي جنبها كانت عاملة زي ما أكون بمثل في مسرحية غريبة، معرفش دوري فيها إيه بالظبط. والبطلة اللي جنبي دي مكانها الطبيعي وسط المعازيم اللي بيتفرجوا علينا، مش جنبي أنا هنا. إحساس بالعجز، بالارتباك كان مسيطر عليا تماماً. اليوم خلص، رجعنا على بيت العيلة، على شقتنا الجديدة اللي في نفس البيت، أوضتي اللي اتحولت لبيت الجديد. وحتى على عتبة البيت ده الوصايا كانت لسه بتلاحقني. أمي سحبتني على جنب بتوشوشني، مش نصايح عن الحب، عن التفاهم، لأ، دي كانت الوصايا ال10 للسيطرة الزوجية، إزاي أبدأ صح عشان ألزمها مكانها من الأول. سلمى واقفة بعيد شوية بتبص على الأرض، معرفش خجلانة ولا مرتبكة ولا إيه بالظبط. بس أنا دخلت شقتي وأنا حاسس إني داخل حرب، مش بيت جديد. وأخيراً دخلت الأوضة، قفلت الباب، بصيت عليها، كانت قاعدة على طرف السرير بفستانها الواسع، بتلعب بأطراف الطرحة بتاعتها بتوتر، قاعدة زي الطفلة التايهة بالظبط. شكلها وهي قاعدة كده حرك جوايا شعور غريب، شعور بالشفقة. حاولت أتكلم معاها بهدوء: قوليلي يا سلمى، تعرفي إيه عن الجواز؟ رفعت عينيها بسرعة وبعدين نزلتهم في الأرض تاني، وشها احمر من الخجل. حاولت أوضح قصدي يعني فكرتك إيه عنه، عن ليلة الدخلة؟ ردت عليا بسرعة وبصوت واطي وبدون أي تفكير تقريبا، كأن الكلام ده محفوظ. الجواز إن الست تخدم جوزها وتسمع كلامه وما تزعلوش أبدا، أي حاجة يقولها تقول حاضر ونعم وبس. ردها ده أكد لي كل مخاوفي، دي مش شريكة حياة، دي إنسانة متبرمجة على الطاعة والعمياء وبس. الشفقة زادت جوايا أكتر وأكتر، مسحت على وشي بتعب وقلت لها: طيب غيري فستانك ده عشان تتعشي وتنامي، شكلك تعبانة. سألتني باندفاع طفولي: طب وانت هتروح فين؟ قلت لها وأنا بحاول أبقى بعيد، مش عارف أقرب: أنا هكون برا في الصالة، خلصي وتعالي لو جعانة. أنا مش جعان، لو مش هتاكلي نامي وارتاحي. وخرجت وقفلت الباب ورايا، قعدت برا في الصالة بفكر، تايه مش عارف أعمل إيه، كل حاجة بتحصل بسرعة. بعدها بشوية رجعت الأوضة تاني، كنت محتاج بيجامة عشان أنام، ولما فتحت الباب
شفت الطفلة اللي جواها كانت خلعت الفستان ماسكاه بحرص وبترقص بيه، بتتحرك بحركات طفولية بريئة وكأنها بترقص مع حد تاني. خيال. أول ما شافتني اتجمدت مكانها، سابت الفستان ووقفت بخجل شديد. الموقف كان غريب، بريء ومقلق في نفس الوقت. قلت لها وأنا بحاول أخبي ارتباكي: آسف قطعت عليكم الرقصة، أنا بس جاي آخد بيجامة. خدت البيجامة بسرعة وطلعت تاني، قفلت الباب وقعدت في الصالة حاطط راسي بين إيديا. الليلة دي أول ليلة جواز، نمت على الكنبة في الصالة وأنا بلوم أمي على إصرارها ده، وبلوم نفسي إني وافقت على الوضع اللي أنا فيه، على الجوازة دي اللي مش عارف ولا متخيل ممكن توصل لفين. تاني يوم الصبح صحيت على صوت كركبة غريبة في المطبخ. قمت أشوف إيه اللي بيحصل. دخلت المطبخ لقيتها واقفة مرتبكة جدا، مش عارفة تعمل حاجة، بتحاول تفتح التلاجة ومش عارفة تشغل البوتاجاز. الموضوع صعب عليها، شكلها جعانة جدا ومكسوفة في نفس الوقت. أول ما شافتني قالت بكسوف، صوتها كان واطي: صباح الخير، أسفة لو صحيتك، أنا بس جعانة. ابتسمت، يمكن أول مرة أبتسم بجد من يومين. ابتسمت عشان أطمنها ودخلت أنا بنفسي عملت الفطار. قعدنا ناكل سوا. هي كانت صامتة وهادية، يمكن عشان مكسوفة أو يمكن عشان دي طريقتها. بدأت أشرح لها نظام البيت إيه، المطلوب منها إيه، اللي أتوقعه منها كزوجة، وهي بتسمع وتهز راسها وبس، بتوافق على كل كلمة بقولها. هدوءها وطاعتها المبالغ فيها دي كانت غريبة، لفتت نظري، بس في اللحظة دي استبشرت خير. قلت يمكن كلام أمي يطلع صح، يمكن البنت دي زي ما قالت زي العجينة، ويمكن أقدر أبدأ معاها صفحة جديدة، صفحة بيضة أنا اللي أكتب فيها وأعلمها أنا ألف باء حياة. أمنتها أمل جديد. الأمل ده للأسف بدأ يتسلن جوايا تاني. ما كنتش أعرف إنه أمل في غير محله، أمل في بناء هي نفسها كانت بتخطط لهدمه. الأيام جريت ورا بعضها، شهر ورا شهر، 2 3. سلمى بدأت تاخد على البيت، استقرت، بس استقرت على طريقتها هي. كانت لسه طفلة وسط أطفال العيلة، أولاد إخواتي، بتلعب معاهم، بتضحك بصوت عالي، صوتها بيملى المكان، وده طبعا كان بيضايق أمي. كانت دايما تقول لها: يا سلمى، يعني إيه تلعبي مع العيال؟ اعقلي بقى واكبري وتصرفي كست بيت. بس سلمى ترد ببراءة إنها بتحب اللعب معاهم، وأنا كنت بشوف الموقف ده وبدافع عنها. كنت شايف تصرفاتها بريئة وعقلها لسه منضقش. كنت بقول لأمي: سيبيها تعيش طفولتها يا أمي، مادام ما بتعملش حاجة غلط. أمي كانت بتبص لنا، بتبص عليا وعلى سلمى وعلى طاعتها ليا، كانت بتبدو راضية بشكل عام. البيت كان فيه دوشة ولاد ودوشة سلمى معاهم، بس كان فيه سلام ظاهري، سلام مؤقت للأسف، سلام كان بيخبي وراها عاصفة. الهدوء ده ما كملش كتير، المشاكل بدأت تظهر واحدة ورا التانية. وفي يوم رجعت البيت متأخر شوية من الشغل، دخلت على الصالة الرئيسية بتاعت بيت العيلة، لقيت دوشة وصريخ غير طبيعي، كلهم متجمعين، إخواتي ومراتاتهم وعيالهم، وعمر أخويا واقف غضبان، وسميرة مراته بتعيط بحرقة، ونادية مرات سامي واقفة في وشهم بتدافع عن ابنها. اقلقت وسألتهم: خير يا جماعة، في إيه؟ مالكم؟ ردت سميرة وهي بتعيط بغضب، بتحكي اللي حصل: ابن نادية ضرب ابني بحجر في دماغه، فتحاله، ولما اتكلمت مش عاجب الست نادية ولا أخوك، بيقولولي عيال مع بعض، طب مش يعلموا ابنهم العيب ويتعاقب. قطعتها نادية بصوت عالي، بتدافع وبتجيب سيرة سلمى: ابنك هو اللي بدأ، بنتي كانت قاعدة وراح شدها من شعرها وضربها، أما أخوها يدافع عنها، والكلام ده سلمى شافته، مش كده يا سلمى؟ في اللحظة دي دخلت سلمى على المشهد بسرعة، شكلها قلقان وبريء كالعادة، وقالت ببراءة: براءة، ما كنتش عارف وقتها إنها مصطنعة. أيوة حصل، وأنا حاولت أفكهم معرفتش، دول عيال يا جماعة، بلاش تكبروا الموضوع، النهاردة غالب بكرة مغلوب. حاولت أسيطر على الوضع، أحكم بينهم، أحل المشكلة، وقلت بحزم: مفيش الكلام ده هنا، محدش هيمد إيده على حد تاني، دي أول وآخر مرة تحصل، وانتوا الكبار اوعوا تخلوا مشاكل العيال تأثر عليكم. في اليوم ده لعبت دور الحكم وحليت المشكلة بينهم. كنت فاكر إني بقضي على الفتنة اللي بدأت تنتشر في البيت، كنت فاكر إني بطفي شرارة أول مشكلة، وما كنتش أعرف إني يدوبك بشوف أول خيط في شبكة عنكبوت كبيرة بتترسم حوالينا كلنا. ببراءة
صراع، شبكة هتوقعنا كلنا في بعض. للأسف المشكلة ما اتحلتش بالكلمتين دول ولا بالكلام اللي قلته، بالعكس المشاكل زادت والتوتر بان أكتر وأكتر. العيال بقوا أعنف في لعبهم مع بعض، مش مجرد شقاوة، لأ بقوا عدوانيين وسلايفي. نادية وسميرة اللي كانوا في الأول كويسين مع بعض بقوا ما بيقشوا يطيقوا بعض، كل يوم خناقة، كل يوم مشكلة على أتفه الأسباب. البيت اللي كان هادي كان فيه دوشة، بس دوشة محبوبة، بقى حلبة صراع، وأنا واقف في النص مش فاهم إيه اللي بيحصل، إيه السبب الحقيقي ورا كل ده. كنت تايه. وفي يوم تاني رجعت من الشغل، دخلت البيت لقيت أمي بتصرخ في وش سميرة واقفة في المطبخ بسبب الأكل كان طعمه غريب فعلا ومالح زيادة عن اللزوم. وأمي كانت عازمة خالتها في اليوم ده، كانت غضبانة جدا، بتقول لسميرة بصوت غاضب: الأكل مالح وفيه طعم غريب، جاية تبوظي الأكل يوم ما أنا عازمة أختي، بقيتي ما بتعرفيش تطبخي يا سميرة. ولكن سميرة بتحاول تدافع عن نفسها وبتقول: والله يا ماما طبخت زي كل يوم بنفس الطريقة. وفي اللحظة دي دخلت سلمى تاني على الخط ببراءة مصطنعة كالعادة: يمكن يا أبلة سميرة الأعشاب الجديدة اللي جبتيها من عند أختك هي السبب. كلمة أعشاب ومن أختك، الكلمتين دول نزلوا على أمي زي الصاعقة. أخت سميرة دي كان ليها سمعة مش كويسة، إنها بتعمل أعمال وحاجات غريبة، وأمي كانت منع سميرة تتعامل معاها من زمان. وش سميرة أصفر في لحظة وبصت لأمي بخوف، وأمي انتفضت صرخت: أعشاب إيدي من عند أختك بتاعت الأعمال والسحر اللي نبهتي 100 مرة ما تدخلش حاجة من عندها بيتنا؟ عايزة تخربي البيت يا سميرة؟ اسمعي، من النهاردة إيدك ما تتمدش على طبخة في البيت ده غير ليكي ولولادك وبس. سميرة خرجت من المطبخ بتعيط مقهورة، معرفتش تتكلم تاني. بصيت على سلمى لقيتها هي كمان بدأت تعيط، عملت نفسها متأثرة قوي باللي حصل لسميرة، قربت منها طبطبت عليها. حاولت أواسيها وأنا مصدقة إنها بريئة وما تقصدش بكلمتها دي، وقلت لها: عارف يا حبيبتي انتي ما تقصديش أكيد، خلاص من بكرة انزلي انتي اطبخي بدلهم، أنا مش هاكل غير من إيدك. وزي ما تكون خطة مرسومة بالمسطرة أو بإيدي خفية، سلمى بقت هي المسؤولة عن المطبخ كله، عن أكل البيت كله، عن تدبير كل حاجة في المطبخ. والغريبة إن أكلها فجأة بقى أحلى بكتير من أكل نادية وسميرة اللي بقالهم سنين بيطبخوا ومفيش حد بيشتكي منهم. ساعتها كنت مبسوط بيها بشطارتها، فرحان إنها بدأت تتحمل مسؤولية البيت، حسيت إنها كبرت أخيراً. كنت أعمى عن الحقيقة اللي كانت بتترسم قدام عيني. مرت حوالي 7 شهور على جوازنا، 7 شهور ومفيش أي بوادر حمل، أي علامة. أمي كانت قلقانة جدا، كل يوم تسألني، وأنا كمان بدأت أقلق. كنت بتكلم أنا وهي في الصالة عندنا بنفكر هنعمل إيه، قلت لها لازم ناخد سلمى ونروح لدكتورة نسا نطمن نشوف إيه السبب. وإحنا بنتكلم سلمى دخلت علينا، كانت شايلة القهوة، سمعت كلامنا، دخلت في الكلام وقالت بابتسامة: دكتورة إيه يا كريم؟ أمي ردت عليها وهي لسه قلقانة: دكتورة نسا يا بنتي، عشان ربنا يكرمك ونجيب حتة عيل نفرح بيه. ردت سلمى بسعادة، ابتسامتها كانت واسعة قوي كأنها بتجهز لمفاجأة: ما تقلقوش، أنا باخد العلاج كل يوم وبإذن الله ربنا هيكرمني قريب. علاج؟ الكلمة دي خلتني أقف مكاني. علاج إيه اللي بتاخديه بقى يا سلمى؟ سألتها باستغراب وبدأ القلق يدخل قلبي تاني. ردت سلمى ببراءة عمري ما شفت زيها براءة طفلة ما تتصورش إنها ممكن تكذب. البرشام اللي قبل نادية بتدهوني كل يوم، وقالت لي إنه بيخلي الواحدة تحمل بسرعة، ووصتني أخده في نفس الميعاد كل يوم، واتفقنا نعملكم مفاجأة لما أبقى حامل. البرشام من نادية؟ ده إيه الكلام ده؟ قلقت أكتر وأكتر، الشك دخل قلبي وبعصبية قلت لها: سلمى ادخلي هاتي البرشام ده فوراً. فدخلت جابته بسرعة. أمي شافته، مجرد ما بصت عليه عرفته، ومن غير تفكير صرخت وضربت على صدرها: يا لهوي، ده برشام منع الحمل. سلمى بصت لها بصدمة وخوف مصطنع وقالت: منع حمل؟ الكلمة دي منع حمل نزلت عليا زي الصاعقة. برشام منع حمل ومن نادية؟ إزاي نادية تعمل كده؟ إزاي الغيرة تخليها تعمل كده؟ إزاي تحرمني أنا ومراتي من الخلفة؟ حسيت الدنيا بتلف بيا، الغضب بدأ يتجمع جوايا، غضب عمري ما حسيته قبل كده، غضب هيخليني أعمل حاجات هندم عليها بعدين.
الغضب سيطر عليا تماما، ما كنتش شايف قدامي إزاي نادية تعمل كده. جريت زي المجنون على شقة سامي ونادية، خبطت على الباب بعمري ما خبطت بيه قبل كده. نادية فتحت الباب، كانت مرعوبة. رفعت شريط البرشام اللي سلمى لسه مديهولي، رفعته في وشها قدام جوزها سامي اللي كان واقف وراها مستغرب. سألتها بصوت مليان غضب: إزاي تدي سلمى البرشام ده؟ نادية أنكرت طبعاً، أنكرت، عملت نفسها مستغربة مش عارفة حاجة. وسلمى واقفة ورايا بتبصلي ببراءة وبتأكد أيوة نادية اللي اديتهولي، وقالت لي جابتهولها من صيدلية قرايبها. بصيت على الشريط تاني، لقيت إن في حبلتين بس اللي اتاخدوا، ده معناه إنها واخداه من قريب، مجرد أيام. الشك ده عايز أتأكد منه فوراً. جريت بسرعة، نزلت تحت على أول صيدلية قريب، طلبت من الصيدلي يراجع كاميرات المراقبة بتاعت الأيام اللي فاتت، وشفتها بوضوح. شفت نادية من 3 أيام بالظبط بتشتري نفس شريط البرشام ده. صورت اللقطة دي بموبايلي، دليل قاطع، ورجعت على البيت واجهتها هي وجوزها بالدليل ده قدام أمي وقدام عمر وسميرة اللي جم على صوت الخناق. نادية انهارت، بدأت تعيط وتصرخ، بس لسه بتنكر، ما تعرفش إيه اللي خلى سلمى تاخد البرشام ده. في اللحظة دي الغضب عماني تماماً، ما كنتش بفكر غير في الخيانة، في إنهم إخواتي ومراتتهم كانوا بيحرموني من طفل، من حتة مني. خدت قرار كان هيدمر كل حاجة، قرار صعب، قرار عمر. أبويا الله يرحمه ما كان يرضى عنه. قررت أفرق اللمة، أفرق البيت. أعلنت بغضب إني هقسم البيت وهشتري نصيب إخواتي عشان يمشوا ويسيبولي البيت. فقلت بغضب من بكرة البيت ده هيتقسم، وأنا هشتري نصيبكم كلكم وهتعزلوا. البيت ده خلاص ما بقاش ينفع نعيش فيه كلنا. الغريب إن سامي وعمر إخواتي وافقوا فوراً، كأنهم كانوا مستنيين القرار ده. قالوا إنهم مش مرتاحين في البيت أصلاً، بقالهم فترة، وإنهم عايزين يمشوا. أمي بدأت تعيط وتترجاني إن إحنا ما نفرقش شمل العيلة، إن أبويا الله يرحمه وصى على اللمة دي، إن البيت ده هو السند. بس أنا كنت في عالم تاني، عالم مليان غضب، عالم بنيته سلمى ببراعة شيطانية. الدنيا كانت مقلوبة، إخواتي ومراتتهم بيلموا حاجاتهم، بيجهزوا نفسهم للمشي، وهي خارجة نادية اللي كنت لسه بتهمها بصت لي بصة عمري ما هنساها، بصة فيها قهر ومرارة وحزن، وقالت لي كلام دخل وداني وبدأ يصحيني. فقالت بصوت مليان قهر: زي ما صدقت مراتك واتهمتني من غير ما تسمعني، زي ما قررت تفرقنا في لحظة غضب، أنا كمان بقولك إن أنا مستحيل أعمل كده. بس خلي بالك من سلمى يا كريم، وعينك عليها كويس. سلمى مش الطفلة البريئة اللي انت شايفها. وقبل ما سميرة تلحق تتكلم، نادية عملت لها إشارة مش مفهومة وقتها، ودخلت شقتها هي وسامي. بعدها سميرة راحت لأمي وبدأت تلوم فيها، بتقول لها إنها السبب يا ماما في كل اللي بيحصل ده. قلنالك من الأول بلاش البنت دي بالذات، لكنك صممتي وآدي النتيجة. سميرة وعمر كمان دخلوا شقتهم، فضلت واقف مكاني في الصالة. البيت كان بيفضى من الناس. كلام نادية: سلمى مش الطفلة البريئة. بدأ الشك اللي ما كنتش عايز أصدقه، بدأ يدخل قلبي فعلا. سلمى جت جنبي، مسكت إيدي، بصت لي بعيونها، عيون بريئة مليانة دموع، براءة مستحيل تكون بتكذب بالبراءة دي. وسألتني بصوت واطي: هم ليه مش بيحبوني يا كريم؟ أنا بحبهم والله. وحقيقة إيدي اللي نادية بتتكلم عنها، ضغطت على إيديها بحاول أطمنها وبحاول أطمن نفسي معاها. يمكن نادية غلطانة، يمكن من غضبها. قلت لها ما تشغليش بالك بكلامها، بتقول أي كلام وخلاص. المهم أنت كويسة، وإياكي تاخدي حاجة من حد تاني من غير ما تقوليلي، فاهمة؟ ردت ببراءة طفلة بتسمع كلامي. براءة خلتني أصدقها تاني، أدافع عنها تاني، وقالت حاضر يا حبيبي، بس أنت ما تزعلش نفسك، تعالى نطلع شقتنا، أنا تعبانة وعايزة ارتاح. وسحبتني من إيدي وطلعنا على شقتنا. أمي فضلت واقفة مكانها في نص الصالة، بتبص على أبواب شقق ولادها اللي اتقفلت، شكلها كان حزين ومحتار. كلام نادية الأخير كان زي الشوكة اللي دخلت عقلي ومش عايزة تطلع. ليه قالت كده؟ وإيه الحقيقة اللي بتتكلم عنها؟ شكوك بدأت تظهر، بس لسه بدافع عن الصورة البريئة اللي رسمتها سلمى لنفسها ببراعة. ما كنتش أعرف قد إيه البراعة دي كانت شيطانية، وقد إيه أنا كنت غبي. في الليلة دي، ليلتها قعدت في الصالة بتاعتنا لوحدي، شارد بقلب في شريط البرشام اللي معايا، مشاعري متلخبطة، شك في كلام نادية وتصديق لبراءة سلمى الظاهرة. سلمى كانت جوه في الأوضة بتتفرج على التلفزيون، بتضحك بصوت عالي، مش مهتمة بأي حاجة بتحصل.
تليفونها رن، رقم أمها ما ردتش، قفلت الخط، رن تاني ما ردتش، قفلت الخط تاني. سألتها مش بتردي على مامتك ليه؟ ردت بلا مبالاة غريبة، لا طليق لطفلة حتى، وقالت ماما رغاية ومش هتبطل كلام، وأنا تعبانة وعايزة أنام. هتنام معايا؟ حسيت إني مش عايز أبقى معاها، مش مرتاح. قلت لها إني مش جاي لي نوم، وإني هنزل أقعد على القهوة مع أصحابي شوية، نامي إنتي. ابتسمت ابتسامة حسيتها غريبة وقتها، ودخلت الأوضة. قامت قفلت باب الشقة بتاعنا بصوت عالي عشان تحس إني خرجت فعلا، لكن أنا ما خرجتش. رجعت على المطبخ الضلمة اللي استخبيت فيه. بعدها بدقايق سمعت صوتها بتتكلم في التليفون، صوتها مختلف تماما، مش صوت سلمى الطفلة البريئة اللي أعرفها، صوت حاد واثق مليان شر. قربت من باب الأوضة، كان مفتوح شوية، وقفت وراه وسمعت اللي كشف لي كل حاجة، اللي خلاني أشوف الوش الحقيقي، الوش اللي كان مستخبي ورا قناع البراءة. سمعتها بتكلم أمها، واللي سمعته نزل عليا زي الموت. بتكلم بصوت حسيت بمكر شديد وبتقول أيوة يا ماما، بترنيني ليه دلوقتي؟ مش قايلالك أستل أما أكلمك أنا عشان كريم بيكون موجود؟ اسكتي بقى على اللي حصل النهاردة. أخيرا الخطة نجحت، وكريم هيطرد إخواته من البيت وهيصفالي لوحدي، ولسه الدور على حماتي العقربة دي. فسمعت صوت أمها من الموبايل وهي بتقول يا ألف خبر أبيض، فرحتيني قلبي يا بنت بطني. أيوة كده، خليكي قوية، اخلصي منهم واحد ورا التاني، وفكرة البرشام دي بتاعتك لوحدك، طلعت دماغك سم زي بالظبط. الهانم نادية طبعا ما تقدرش تقول إنها بتجيبه لنفسها من ورا جوزها عشان حالف عليها ما تستخدم وسيلة. ردت سلمى بتحكى مكرة طبعا يا ماما، دي وقعت في شر أعمالها، قريب قوي هخلص من حماتي كمان، وكريم ده خاتم في صباعي، بمشيه على كيفي وبضحك عليه بكلمتين بتوع الطفلة البريئة دول لحد ما يكتب لي كل حاجة باسمي، وبعدين يشوف لها حتة تلمه. وقفت مكاني ورا الباب مصدوم، مش مصدق اللي بسمعه ولا اللي شفته في وشها وهي بتتكلم. دي مش سلمى، دي شيطانة في جسم بني آدمة، شيطانة بتخطط، بتدمر، بتخرب بيت، بتوقع الناس في بعض عشان هي عايزة بيت لوحديها. الغضب، الصدمة، عدم التصديق، كل المشاعر دي اتجمعت في لحظة واحدة، وحسيت إني كنت غبي طول الوقت ده، ما كنتش شايف، ما كنتش فاهم كل حاجة، كل كلمة قالتها نادية، كل كلمة قالتها سميرة، تصرفاتها الغريبة، هدوءها المبالغ فيه، ضحكها مع العيال، كلامها اللي بيوقع الناس في بعض، كل حاجة بقت واضحة في لحظة واحدة. في اللحظة دي قررت ما كانش فيه مكان تاني للشك. الحقيقة كانت أبشع بكتير من أي حاجة تخيلتها. الحقيقة إنها شيطانة. ما خدتش وقت أفكر تاني، الشك خلاص انتهى، ما كانش فيه غير الغضب والصدمة. اقتحمت الأوضة، دخلت عليها فجأة، وشها اتبدل في جزء من الثانية، من الثقة لخوف، وبعدين لقوة، لتحدي. بصت لي وقالت بخوف مصطنع كريم، أنت هنا من إمتى؟ قربت منها، غضبي كان مكبوت بس كلامي كان طالع من نار بحرقة. أنا هنا من أول المكالمة يا طفلة، سمعت كل حرف. انتي إيه بالظبط؟ شيطانة في جسم بني آدمة؟ إزاي تخربي بيت وتوقعي الدنيا في بعضها بالشكل ده؟ إزاي تعملي كده في أقرب الناس ليا؟ وهنا القناع سقط تماماً، سقط للأبد. اختفت البراءة، اختفت الطفلة. ردت علي بنبرة قوية متحدية باردة. لأول مرة أشوف الوش ده، وشها الحقيقي. أنا مش شيطانة، أنا بدافع عن حقي، عايزة بيت لوحدي وأبقى أنا الست الوحيدة فيه، مش خدامة تحت إيد أمك وسلايفي. بكرة عيشة بيت العيلة وقرفها، ووافقت على الجوازة دي عشان أهرب من بيت أبويا ومشاكله. وقررت إني مش هعيش زي أمي، وهتخلص من أي حد ينغص علي عيشتي بالمكر والدهاء. بصيت لها بصدمة، بصيت على الوش اللي قدامي ده وكأني أول مرة أشوفها، أول مرة أشوف سلمى الحقيقية دي. مش سلمى، دي حد تاني خالص، حد مرعب. رجعت لورا خطوة، دماغي كانت بتلف. نزلت بسرعة تحت، اتصلت بأبوها وأمها، طلبت منهم يجوا فوراً، وناديت على أمي وإخواتي وزوجاتهم كلهم يتجمعوا تاني في الصالة الرئيسية. قعدنا كلنا في جو مشحون متوتر، الكل بيبص على سلمى اللي قاعدة ثابتة، لا بتتحرك ولا بتتكلم. طلبت من نادية اللي كنت لسه بتهمها من شوية، طلبت منها تحكي كل حاجة عرفتها هي وسميرة. ردت نادية اللي كلامها بدأ الشك جوايا، اتنهدت وبدأت تحكي. حكت إنهم عرفوا إن سلمى مش سوية من كلامها عن مرات أبوها قبل الجواز، وإنهم حاولوا ينبهوا أمي وما صدقتش.
حكت إن تصرفات سلمى البريئة خدعتهم كلهم في الأول، بس مع كتر المشاكل هما الاتنين قعدوا مع بعض، شكوا في اللي بيحصل، سألوا العيال والعيال اعترفوا إن سلمى هي اللي كانت بتحرضهم يضربوا بعض وتديهم فلوس وحاجات حلوة مكافأة على ده. حكت إن سلمى كانت بتروح لنادية وتقول كلام وحش عن سميرة، وتروح لسميرة تقول كلام وحش عن نادية عشان يوقع بينهم، وإنهم لما عرفوا الحقيقة وعارفين إن عمري ما هصدقها هي سكتوا وعملوا نفسهم لسه متخانقين ووعوا ولادهم عشان أذاهم ما يطولش ولادهم. حكت إن سلمى كمان هي اللي طلعت الإشاعة على أخت سميرة بموضوع السحر ده عشان تقطع علاقتي بعيلة سميرة وتفرق الكل. عمر وسامي إخواتي اللي كنت لسه هطردهم من بيت أبوهم أكدوا كلام نادية وسميرة. سامي علي إنهم على فكرة كانوا خلاص شافوا بيت تاني وهينقلوا فيه سوا قريب، كانوا خلاص هيمشوا وهيسيبوا لي البيت، يعني الخطة كانت هتنجح حتى لو ما كنتش عرفت موضوع البرشام ده. في اللحظة دي وصل والد سلمى وأمها شكلهم قلقان. حكيت لأبوها كل اللي سمعته وكل اللي عرفته من نادية وسميرة. أبوها صار وغضب، حاول يضربها، جريت عليه منعته. الغريب إن سلمى فضلت واقفة مكانها ثابتة، لا خايفة ولا ندمانة ولا حتى وشها اتغير. أبوها طلب منها تعتذر عن كل اللي عملته، رفضت بكبرياء بغطرسة لا يمكن تخيلها، وقالت أنا ما بعتذرش، واللي عايز يعمل حاجة يعملها. عنادها، صلابتها، نظرتها دي اللي كانت فاضية من أي مشاعر، لا ندم لا خوف لا إنسانية، نظرة شبه عيون شيطان. قضوا على أي ذرة تعاطف كانت ممكن تكون لسه باقية جوايا. كنت مستعدة أسامحها لو اعترفت بغلطها، كنت هقول صغيرة وأمها السبب، لكن نظرتها المظلمة دي خلتني آخد قراري النهائي اللي مفيش رجوع فيه. أبوها بصلي بصة كلها أسف وحزن، وكأنه شايف نفسه فيها وشايف أمها. قال كلمتين فيهم خلاصة كل حاجة، فقال نفس أسلوب أمها اللي خربت بيتي وفرقت بيني وبين إخواتي. صحيح اكفي القدر على فمها تطلع البنت لأمها، العرق دساس. كلمته دي العرق دساس كانت زي الحكم الأخير، زي الإجابة النهائية لكل الأسئلة. بصيت لأبوها بحزم وبصيت عليها هي واتكلمت بصوت ثابت، قرار نهائي. وعشان أنا مش زيك يا عمي وعمري ما هكون، وعشان أسلوب أمها ده ما ينفعش أبداً مع كل الناس، أنا آسف، بنتك طالق. سلمى مشيت مع أبوها وأمها بهدوء ومن غير أي اهتمام، لا بصت وراها ولا كأن حاجة حصلت، كأنها كانت بتخلص مهمة ونجحت فيها وخلصت. بصيت على وشوش عيلتي، أمي، إخواتي، مراتاتهم، كلهم بيبصوا على بعض، مزيج غريب من المشاعر. راحة أخيراً إن الكابوس ده خلص، ندم على اللي حصل، على اللي وصلنا له، تعب من كل الصراع، من كل اللي فات. أمي كانت بتعيط بصمت، مش قادرة تتكلم. إخواتي بيطبطبوا على بعض كأنهم بيتأكدوا إنهم لسه موجودين، لسه مع بعض. البيت رجع له هدوءه، محبته، اللمة اللي كانت هتضيع رجعت، لكن بعد درس قاسي قوي، درس علمتهولي طفلة كانت في هيئة شيطان، درس مش هنساه طول عمري. دلوقتي لما بفكر في اللي حصل ده كله، لما بفكر في الجواز تاني، أو لما حد من صحابي من قرايبي بيستشيرني في الجواز، أول حاجة بقولها له وأول حاجة أنا نفسي بسأل عليها مش بس البنت نفسها، لأ، بسأل عن أمها، عن أبوها، عن أهلها، عن أصلها، عن جذورها. ليه؟ عشان زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في حديث شريف فيه خلاصة كل اللي مريت بيه ده، كل الوجع، كل الدرس. تخيروا لنطفتكم فإن العرق دساس. كلمتين لخصوا حكاية كريم كلها، لخصوا درس عمره. اختاروا صح، اسألوا، اعرفوا، عشان ما ترجعوش تندموا زي ما أنا ندمت.